بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم مع بعض عن أصل العرب. أصل العرب من الناس أو الغالبية العظمى بيعتقدوا أن أصل العرب هم اليمنيين، ودي خطأ شائع، لأن أصل العرب هم المصريين. أصل العرب مصر، والدليل على كده إيه؟ هنسرد بعض الأدلة التي تؤكد أن أصل العرب هم المصريين. أولا، المقولة التي تقول أن سيدنا هود هو أول من تكلم بالعربية. سيدنا هود نزل إلى مصر مع الفئة الناجية من قوم عاد قبل أن تكون هنالك مصر، لأن الذي سماها مصر هو حفيده مصر بن مصريم، حفيد سيدنا هود، هو اللي سماها مصر على اسمه. وقلنا قبل كده إن الوحيدين اللي يستطيعوا إن هم يستحدثوا في اللغة هم أصحاب اللغة. إحنا مثلا كعرب بنتكلم الإنجليزية، لكن ما نقدرش ندخل مصطلحات جديدة في اللغة الإنجليزية لأنها مش لغتنا الأصلية أو مش إحنا أصل اللغة دي، لكن الإنجليز يستطيعون أن يفعلون ذلك لأنها لغتهم. بالضبط ده اللي حصل مع المصريين، إنهم قدروا يستخلصوا لغة جديدة من اللغة العربية وهي المعروفة باللغة العامية. واحد هيقول لي الله سبحانه وتعالى يقول ثم إلينا مرجعهم، مش إلينا. فيقول هل مع الله أناسا آخرين؟ البعض يقول أنه يقصد الملأ الموجودون حوله، وهذا خطأ، لأن الله يتحدث عن ذاته فقط، عن نفسه فقط بإلينا، وهذا هو من أسلوب التعظيم للذات، بأن يجمع الفرد، يعني الشيء الواحد يجمع. وده موجود عندنا احنا في مصر بكثافة جدا في المنطقة الشمالية وخصوصا اسكندرية. لما بيجي أحد فيهم يتحدث، لما يحب يعظم نفسه يقول ايه؟ احنا عملنا، احنا سوينا، احنا فعلنا. فده من أسلوب التعظيم. عشان كده مصر هي أصل اللغة العربية، وإن كان من المصريين في جزء من المصريين وهو قحطان ابن هود عليه السلام، هو اللي ترك المنطقة بتاعت مصر اللي هم جم فيها كلهم وقعدوا فيها وراح قعد في اليمن، وبالتالي كان من الناس اللي بتتحدث برضو العربية. لكن الأصل الأصيل هي مصر. مصر هي أصل العرب وأصل اللغة العربية. قبل كده طه حسين قال لغتنا العربية يسر لنا عسر ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها، ولنا أن نضيف إليها ما نحتاج إليه من معان لم تكن مستحدثة في العصر أو مستخدمة في العصر القديم. فعلا الكلام ده هو يمكن ما كانش فاهم إيه المغزى منه، لكنه كلام فعلا في الصميم، كلام بيصل إلى كبد الحقيقة، وهي أن المصريين هم أصل اللغة العربية وأصل العرب. هنيجي لنقطة تانية نتكلم فيها بسرعة مع بعض، وهي إن المصريين طول عمرهم بيتكلموا اللغة العربية. نيجي مثلا للحجاز. الحجاز دي هي كلمة مصرية. أتحدى أي لغة في العالم موجودة تقول يعني إيه معنى كلمة حجاز، غير هي اللغة المصرية فقط هي اللي بتحدد معنى كلمة حجاز معناها إيه. هي عبارة عن كلمة من شقين، هي حج آز، معناها طريق النور. الحجاز طبعا معروفة، مش طبعا السعودية اللي هي موجودة. السعودية لسه أول امبارح الظهر يعني ما جاء عزيز وعمل حاجة اسمها سعودية دي، لكن حجاز أرض الحجاز أو أرض طريق النور اللي هي مكة، اللي كان أساسا حتى قدماء المصريين قبل إبراهيم وقبل جميع الأنبياء دول اللي جم، وقبل سيدنا محمد وقبل موسى وعيسى وإبراهيم وجميع الأنبياء، كانوا بيروحوا يحجوا
مكة للكعبة المشرفة، لأن الكعبة موجودة من أيام آدم، وآدم حج، وسيدنا هود معروف برضه، وذكر في الأحاديث عن رسول الله إن سيدنا هود حج للكعبة، والمصريين بالتالي كلهم كانوا بيروحوا يحجوا للكعبة، وكانوا مسميين الطريق ده اسمه حج آز، أي طريق النور. فالوحيدين اللي استطاعوا انهم يستحدثوا لغة من اللغة العربية اللي هي اللغة العامية. شوفوا جميع الدول العربية هتلاقوهم بيتكلموا اللغة العربية الفصحى. ليه؟ لانهم واخدينها من المصريين، فما يقدروش يغيروا فيها، ما يقدروش يعدلوا فيها، ما يقدروش يستجدوا اي كلمات عليها. لكن المصريين لانهم هم الاصل، هم الوحيدين القادرين على التغيير، هم الوحيدين القادرين على الاستحداث. وده شيء لا جدال فيه لأي إنسان عنده ذرة من عقل وذرة من فكر وذرة من فهم، هيعرف إن الكلام دي مؤكد بنسبة 1,000,000%. واحنا اتكلمنا قبل كده برضو في أمور كتيرة، على رأسها قصة شداد بن عادل اللي هو ذي القرنين. كتير اتكلموا عن ذي القرنين، لكن ما فيش حد فيهم قدر يعرف مين هو ذي القرنين الحقيقي. اتكلم عنها الشيخ الشعراوي وكثير من المشايخ، لكن ما قدروش يوصلوا مين هو ذي القرنين الحقيقي، لأنهم ما قدروش. كان مغمى عليهم شداد بن عاد ده، اللي حاولت اليهود بكل الطرق إنها تمحوه من التاريخ، لأن محو شداد بن عاد من تاريخ الحضارة المصرية معناها محو الحضارة المصرية كلها. زي ما قلنا إن شداد بن عاد هو الحضارة المصرية، هو اللي بنى الأهرامات، هو اللي بنى إرم ذات العماد اللي هي طيبة أو الأقصر، هو اللي عمل اسكندرية القديمة اللي هي غارقة تحت البحر دلوقتي على بعد 30 كيلو متر من اسكندرية الحالية، هو اللي حول مسار النيل، هو اللي عمل نظام زراعة، هو أول واحد بنى بيت، هو اللي عمل الجيش المصري اللي هو أقدم جيش في التاريخ، هو أول واحد عمل جيش في التاريخ. وقلنا قبل كده إن هو السد اللي بين يأجوج ومأجوج وبيننا، واللي ما يقدرش يأجوج ومأجوج إن هم يفتحوه بأي حال من الأحوال لو قعدوا ملايين السنين، ولكن الوحيد الذي يستطيع فتح هذا السد هو شداد، هو الله سبحانه وتعالى. وده جاء ذكره في القرآن الكريم. فإذا جاء فسألناك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم من ذكر أن ما كان له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا. هذا سبب. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، أي الله هو الذي يجعله دكا، وليس يأجوج ومأجوج هم اللي بيخرموه ويفحروا فيه والكلام الخزعبلات اللي مطلعينها ديا وبيدعوا على رسول الله إن هو اللي قال الكلام ده. بالفعل الكلام ده مستحيل إن هو يكون كلام رسول الله، لأنه مخالف للقرآن، فبالتالي مستحيل سيدنا رسول الله يخالف كتاب الله. فشداد بن عاد ده أعظم ملوك الدنيا. وفي المقولة بتاعته اللي موجودة برضو على اللوح الفضي اللي وجده سيدنا سليمان، اللي مكتوب فيها إن الله، فيما معناه إن الله جعل له الحجارة مثل الطين، يعني كانت الحجارة في إيديه لينة زي الطين، عشان كده كان بيقطع فيها كأنه بيقطع في طين. عشان كده طلعت الحجارة اللي بنوا بيها كل المعابد وكل الحاجات دي كلها والأهرامات والكلام ده كله طالعة مستوية تماما، لأن أعتقد والله أعلم إن كان معاه علوم يمكن العالم لحد النهاردة ما توصلش إليها، لأن ربنا أعطاه إيه؟ وأتيناه من كل شيء سببا، أي أتيناه من جميع العلوم، من الطب، من الفلك، من الهندسة، من الذرة، من كافة العلوم اللي موجودة في الدنيا دي كلها. أساسها وأصلها والمنبع الأساسي بتاعها هو شداد بن عاد، اللي علمه إياه الله سبحانه وتعالى. عشان خاطر كده الحضارة المصرية باقية وصامدة وستستمر إلى أبد الآبدين، لأن شداد بن عاد ده بيقول على نفسه وبنيت لا يشيب ولا موت. اللي أنا بنيته لا بيشيب ولا بيموت، لا بينتج ولا بيموت. وفعلا كل الحاجات اللي هو عملها ما زالت لحد النهارده موجودة من حوالي أكثر من 15,000 سنة، زي الأهرامات، زي المعابد بتاع الأقصر،
ماشي، زي السد اللي بينه وبين يأجوج ومأجوج. كل الحاجات اللي الراجل ده عملها فعلا هي باقية أبد الآبدين. وطبعا قلنا إن هو سمي بذي القرنين لأنه حكم قرنين من الزمان، والقرن قلنا قبل كده إن هو الجيل، زي ما ربنا قال في القرآن: وكم أهلكنا من القرون من إيه؟ من بعد نوح. والقرون هي الأجيال، وليس القرون اللي هي 100 سنة اللي احنا عارفينها. فالراجل ده اللي هو شداد النعاد ده شيء فوق مستوى العقل، شيء مش قادرين يتخيلوا أساسا إن في حاجة اسمها شداد النعاد. زي بالظبط اليهود أما بيشككوا مثلا، والمسيحيين بيشككوا في عمر بن الخطاب، إن عمر بن الخطاب مش موجود، أو ما كانش موجود، أو من اختراع المسلمين، لأن مش معقول يكون في إنسان بهذا القدر وهذا العدل. جماعة الشيعة برضو نفس الحكاية، بيتكلموا بيغلطوا في أبو بكر وعمر. أبو بكر اللي ربنا قال عنه: ولا سوف يرضى. هم بالنسبة لهم أبو بكر كافر، معرفش إزاي، يعني جت إزاي مش عارف. في نفس الوقت بيشككوا في سيدنا علي بأسلوب غير مباشر. إزاي بيشككوا في سيدنا علي وهم يقول لك إحنا شيعة علي بن أبي طالب عليه رضوان الله؟ إنهم يقولوا إن عمر اغتصب الخلافة برضو من علي زي أبو بكر، وعمر كافر. طب إزاي علي جوزه بنته؟ لو كان كافر كان علي جوزه بنته إزاي؟ إما إن علي في الوقت ده كان جبان وخاف، وده حاشا لعلي إنه يكون جبان أو يخاف، لأن سيدنا علي كان معروف بأنه أشجع الشجعان. وإما إنه هو كان عارف إن عمر رضي الله عنه أن لم يكن كافرا. بأسلوب بسيط ممكن نرد عليهم. ثم إن الشيعة بيقولوا إن المهدي عليه السلام منهم، والسنة بيقولوا إن المهدي منهم، والإخوان يقولوا منهم، والسلفيين يقولوا منهم، والمهدي ليس من كل هؤلاء، لأن هؤلاء جميعا ينطبق عليهم حديث سيدنا رسول الله: تتفرق أمتي على 70 شعبة كلهن في النار إلا واحدة. قالوا: من؟ قال: ما أنا عليه أنا وأصحابي. الرسول لا كان سني ولا شيعي ولا سلفي ولا إخوان ولا صوفي ولا تكفير وهجرة ولا جهاد ولا داعش ولا أي من هذه الطوائف، كان مسلما حنيفا. فأي واحد يقرن نفسه بأي صفة أيا ما كانت غير الإسلام، أو يقرن الإسلام معه صفة أخرى، يقول مثلا أنا إخوان مسلم أو أنا سني مسلم أو شيعي مسلم أو كده، اعلم أنه من الطوائف التي هي في النار. ولكن الطائفة الوحيدة التي سيكتب لها النجاة بإذن الله وتكون من أهل الجنة هو من يقول: أنا مسلم، مسلم فقط لا غير، لا سني ولا شيعي، لا سلف ولا إخواني، لا تكفير ويجرى ولا جهاد ولا داعش ولا قاعدة ولا أي مسمى أي مكان. أي واحد يقرن الإسلام بأي مسمى آخر اعلم أنه ليس كرسول الله، وليس ما كان عليه رسول الله. فليعلم الجميع أنهم على خطأ عظيم، فليحاولوا أن يستدركوا أمرهم ويعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى الإسلام الحنفي، إسلام سيدنا رسول الله، حتى يكونوا من الفئة الناجية بإذن الله. هذا ما يسره الله، فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من زلل أو خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.